الله الرحمن الرحيم. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بيان صادر من شيوخ ووجهاء ومثقفي محافظة كركوك قضاء الدبس. نستنكر بأشد كلمات الاستنكار التدخل التركي العسكري السافر داخل أرض عراقنا الحبيب، التي طالت أرواح المدنيين العزل وقصف التجمعات السكنية، كذلك قطع المياه والتسبب بجفاف المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، مما أثر بصورة مباشرة على المواطن العراقي، وكذلك التسبب في زعزعة الأمن المجتمعي من خلال التصريحات اللامسؤولة من قبل الحكومة التركية، بعد أن شهدت أغلب محافظتنا استقرار أمني بفضل قواتنا الأمنية بكافة صنوفها. ونحن في الوقت الذي نستنكر فيه التدخل إلى حد احتلال مناطق وقصف مناطق أخرى تسبب في استشهاد عدد من المواطنين العزل، كذلك تهجير وتدمير مصالح الكثير من أبناء المحافظات. نطالب الحكومة العراقية بتدويل هذه القضية والرد المناسب على كل هذه التدخلات التركية وطرد جنودها من أرض العراق، وإلا فإن لأبناء محافظة كركوك رأي آخر.